سؤال خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولا سؤال من الاتحاد المصري لكرة القدم. السؤال الأول خاص: هل النادي الأهلي أكبر من الاتحاد المصري لكرة القدم؟ من زمان. لما اتغير جديد؟ لا من زمان يعني، لا لسه طبعا مفيش تغيير طبعا. النادي الأهلي أكبر من الاتحاد، وهذا بعلم الاتحاد نفسه. وده مش عيب في الأهلي على فكرة، ده عيب من الاتحاد. النادي الأهلي قوي جدا بإدارته، قوي جدا بجمهوره، بس في النهاية هل ممكن فعلا يعمل بطولة ويشارك فيها بعض الأندية؟ لا هو الموضوع طرح مش بشكل، ما فيش حاجه اسمها النادي الاهلي يعمل بطوله. النادي الاهلي بصفته رئيس النادي اللي هو كابتن حسن حمدي رئيس لجنه الانديه المحترفه. تمام. لازم نعرف الموضوع كده. رئيس لجنه الانديه المحترفه معناه ايه؟ يعني رابطه الانديه المحترفه، ليس النادي الاهلي، ولكن رابطه الانديه المحترفه الموسم القادم من حقها ان تقيم مسابقه او بطوله لدوري المحترفين تحت مظله الاتحاد المصري لكرة القدم عندما يطبق الانديه المحترفه. طبعا دوري اصل المشروع اللي اتكلموا عليه في التقرير اللي قدامك اللي احنا عملناه بتاع لائحه التراخيص، وانا لسه ده كلام فيه بعدين بقى، يعني دي اللي كنت اتكلم فيها. انما هو رابطه الانديه المحترفه، عشان الاهلي ليس المنوط بالموضوع. الاهلي كاسم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي هو رئيس لجنه الانديه المحترفه اللي هي رابطه الانديه المحترفه، اللي زي الرابطه الانجليزيه وزي الرابطه الايطاليه وزي الرابطه الاسبانيه. السنه الجايه ممكن يعملوا حاجه اسمها دوري المحترفين، يعني زي ما الاتحاد الافريقي مديك مهله السنه الجايه في 2013 2014 يكون عندك دوري المحترفين، نفس الموضوع الاتحاد الدولي من حق رابطه الانديه. تحت مين بقى؟ تحت مظله الاتحاد المصري اللي هو الام بتاع كره القدم. انما عشان حد يجي يتكلم يقول لك النادي الاهلي بكره يجي يعمل البطوله او مش عارف ايه او كلام، لا ده كلام مغلوط بنسبه 100%. والردود كمان بتاعت انا اسف بتاعت اعضاء الاتحاد انا صدمت بيها. ليه؟ لان مش ردود ناس فاهمه خالص. يعني انا رديت عليك قلت لك ليس النادي الاهلي، رابطه الانديه المحترفه من حقها ان تقيم الموسم القادم دوري عندما تشهر، يعني وهي اشهرت على ما اعتقد، تشهر الرابطه من حقها الموسم القادم ان تعمل او تقيم دوري للمحترفين تحت مظله الاتحاد المصري، بمعنى ان الاتحاد المصري من الموسم القادم ليس له الحق في الاشراف على بطوله الدوري المصري، بمعنى ان رابطه الانديه المحترفه هي المسؤوله عن المسابقه بحكامها بقوانينها بلوائحها بمسابقاتها. الاتحاد المصري كاي اتحاد موجود محلي على مستوى العالم محترف ما هو الا دوره اشرافي فقط لا غير، ولكن البطوله خارجه من رحم من الاتحاد المصري. انما عشان يجي حد يقول لك النادي الاهلي يعمل بطوله، كلام غالط وخاطئ، وانا اسف جدا انا حزين حتى من ردود اعضاء الاتحاد. طب نخش النقطه الثانيه. اتفضل. هذا المشروع هو المشروع المقترح لائحه تراخيص انديه كره القدم المحترفه، ده لجنه تطوير بالاتحاد المصري لكره القدم اللي حضرتك طبعا رئيس هذه اللجنه، والاستاذ او العميد حازم الغريب هو مدير هذه اللجنه. عميد اللجنه او مقرر هذه اللجنه. تم الانتهاء من لائحه هذه التراخيص من حوالي انا اعلم من حوالي شهر او من شهر ونص قبل ما يتحرق حتى الاتحاد. كنت هتوزعه ب 10 ايام بالظبط قبل ما كان هيوزع هذا الكتيب، وكان المفروض الموافقه عليه من الاتحاد المصري لكره القدم. هل تمت الموافقه على لائحه تراخيص انديه كره القدم المحترفه؟ ليه؟ حتى الان لا. ما فيش اجتماع؟ ما كانش فيه اجتماع؟ دور لجنه التطوير اللي فيها خالد بيومي، فيها كابتن خالد رفعت، كابتن دكتور محمد فضل الله، دكتور احمد سالم، كابتن علي العقبي، دكتور سيد مصطفى، العميد حازم الغريب، كابتن هيثم فاروق، كابتن احمد عبد الله. دورهم ما هو الا تطوير بمعنى ايه؟ احنا بنيجي نعمل مشروع، في عندنا الموسم القادم في دوري محترفين يا جماعه لازم يتعمل في 2013 2014. في حد ادنى وفي حد اقصى. تمام. في اللائحه الحد الادنى موجود والحد الاقصى موجود. تمام. في عندك المهله الاولى ان مستحيل جدا مستحيل ان انت تطبق الشروط واللوائح اللي موجوده في اللائحه بتاع دوري المحترفين على كل الانديه المصريه، لانها حتى الان لا تستطيع، فبتديهم سنه برخصه مؤقته. السنه الثانيه اذا لم يتم 60 او 70% من الحد اللي هو الاقصى بس نسبيا يعني، تمام، يبقى عندك 60% بيبقى عليه عقوبه. السنه الثالثه اذا لم يتم توفير كل هذه الاشتراطات والشروط اللي موجوده في اللائحه او في المشروع ده، لن يقبل اشتراكه في دوري المحترفين بعلم الاتحاد الافريقي وبعلم الاتحاد الدولي. وهذا في انديه بدات في المشروع، في هذا المشروع النادي الاهلي الانديه المصريه في الوقت الحالي يا كابتن تامر 100% غير صالحه لتطبيق دوري المحترفين، الا باستثناء بسيط جدا: الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي. ليه؟
لانهم مشتركين في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، ولكن ما طبقه النادي الاهلي وكل الانديه المصريه المشتركه لا يتناسب بنسبه 50% و60% من دوري المحترفين. يا فندم، بمعنى يعني ايه تطبيق لائحه؟ لائحه بتقول لك حاجات بسيطه جدا. لازم تكون انت ممتلك لملعب، وده. طب انتوا اتكلمتوا مع رؤساء الانديه في هذا الموضوع؟ احنا طلبنا ورشه عمل. ورشه العمل دي قبل ما يتم حرق البتاع، ورشه عمل ان احنا هنقابل 4 رؤساء انديه كل اسبوع. تمام. عشان نشرح لهم. تمام. احنا دورنا كابتن تامر، انا بديك دي المشروع كاتحاد كوره. انا خالد بيومي مش عضو مجلس اتحاد كره القدم مصر ولا اتحاد. انا راجل رئيس لجنه تطوير تم تعييني من قبل الاتحاد المصري، وانا اتشرف بهذا. الناس قالوا لنا عاوزين نعمل مشروع، عاوزين نطور كره القدم. بدانا مشروع اللي هو دوري المحترفين، الحاجه الاهم يعني بنبدا الاهم في الاهم في الاهم في الاهم يعني. فقدمنا المشروع ده. انا دوري برفع توصيه للاتحاد المصري، ياخدوا بيها او ما ياخدوش بيها دي مش قضيتي. ولكن الاعلام المصري كله بالكامل، انا عارف ان تم التوزيع على الصحف المصريه وايضا القنوات والبرامج. اعتقد ان في 90% من الاعلاميين اللي اطلعوا على المشروع اشادوا بيه جدا جدا جدا، انه نقله ممتازه جدا بالنسبه لدوري المحترفين. اتمنى طبعا. طب ما عملتش ليه مؤتمر صحفي اعلنتوا فيه انكم عملتوا كذا؟ لا، لان انا مكلف، او انا كخالد بيومي واللجنه اللي معايا كلنا يعني بتشرف بيهم كلهم، لانهم كلهم اسماء محترمه جدا. عندنا في الاول في الوقت الحالي بنعمل مشروع اللي هو بتاع لائحه التراخيص اللي قلت لك الاهم دوري المحترفين الموسم القادم باذن الله. انا مش حابب اتكلم فيه في البرنامج بتاعنا يعني عشان ما الناس ما تقولش ده خالد بيومي بيتكلم في برنامج. لا، انا بكلمك فيه بس في حاجات، انا في حاجات انا ما اعرفهاش. ففي حاجات يعني احنا في الوقت الحالي عندنا مشروع تاني اهم بالنسبه لمشروع التراخيص ده. خلص، ده مهم جدا. هم بقى يعني يعتمدوا ما يعتمدوش، انا ليا ليميت او ليا تايم معين، وانا ولجنتي كلها بالكامل وانا بتكلم باسم المجموعه. تمام. هنعمل مؤتمر صحفي ونقول يا جماعه الموضوع 1 2 3 4 وخلصنا كذا 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 ومتشكرين على كده. بعد ما تنتهوا من هذا المشروع عندنا دلوقتي بنعمل مشروع كره خماسيه اتكلمنا فيه مع مستويات عاليه جدا. تخيل المشروع كره خماسيه، كره خماسيه في دوري ممتاز لكره خماسيه بيلعب في 15 نادي، بيصرف عليه 100,000 جنيه في السنه فقط لا غير، وانت تطالب برقعه، وانت تطالب بصالات مغطاه موجوده فيها صالات مغطاه كتيره جدا لا تستخدم فيها كره خماسيه، بتطالب ان انت تلعب كاس عالم، بتطالب ان انت تعمل دوري ممتاز. ازاي 100,000 جنيه؟ فالعمليه بدأنا نعمل مشروع محترم وقوي للكره الخماسيه. ممكن ناس كتير جدا يقول كره القدم اهم، بس الكره الخماسيه على فكره اكثر، ممكن تبقى اكثر شعبيه للشعب المصري بالكامل، لان الصالات المغطاه موجوده في كل المحافظات. صحيح. الله يمسيه بالخير الدكتور عبد المنعم عماره، لانه مع نشر الصالات المغطاه كانت ممتازه جدا وفكره عبقريه. النقطه الثانيه في الوقت الحالي 4 شباب ممتازين، وبقولها على الهواء على الملأ، من الجامعه الامريكيه، عاملين دبلومه في الاتحاد الدولي. اتصلوا بيا عن طريق زميل عمرو محب، ما شاء الله، عاملين مشروع رائع لدوري الدرجه الثانيه. جم قعدوا معانا، حضروا معانا اجتماعين 3 وفي تنسيق منهم، بعتوا لي المشروع اتكلمنا فيه وبدانا هنعمل المشروع بتاعنا والمشروع بتاعهم. مشروعهم اكثر من رائع، هنطبق الخطه بتاعتهم وهطلع اقول على الهواء فلان وفلان وفلان وفلان. محدش يعرف عنهم حاجه في مصر. طبعا واخدين دبلوم الاتحاد الدولي ولا احد يعلم عن هذا الموضوع. يعني انا بكلمك على حتى شباب ليسوا في لجنه التطوير، ولكن في حقهم ان احنا بنقول ان في شباب في مصر ممكن يعمل احسن من كده مليون مره، بس التوصيه يعني. وفي شباب بره مصر ايضا، في بازل السويسري، الكابتن محمد النني لاعب بازل السويسري، وهناك مباراه مهمه كابتن محمد